هي تجربة السفر هي تجربة مش سهلة ومش صعبة، خلّيني أدّيك حتّة شخصية كده، كنت زي أي شاب نِفْسي أسافر وأسيب البلد وأنجح وأكسّر الدنيا وهمّام في أمستردام والحاجات ديّة والنمر الأسود وكل الحاجات اللي كل ناس جيلي كانت بتحبها وتقعد تتفرّج عليها وتحلم بيها، فضل الحماس جوايا وأنا باتمشّى باخلّص ورقي، باقعد مع أصحابي خلاص باسلِّم عليهم، مع أهلي، اللحظة اللي رُحت فيها المطار، مبسوط جدًا إن أنا أول مرّة هاركب طيارة في حياتي ومعايا بقى شنطة السفر وبتاع وعارف أنت الflash back بقى مع السينما اللي أنا باحبها، قعدت تيجي في بالي بقى والنجوم وهُم بقى بيبدأوا يسافروا، يبدأوا الرحلة وينجحوا في الآخر، كل الكلام الجميل ده، كل انبساط، كل حيوية، ركبت الطيارة مبسوط جدًا وأنا بقى كنت حاجز جنب الشباك نفسي بقى أتفرّج على السما ومصر من فوق والكلام اللذيذ ده، أنا عمري ما هانسى اللحظة اللي على الrunway الطيارة بقت بتجري بسرعة مهولة جدًا، أنا مبسوط بالسرعة ديّة، بنفس اللحظة اللي كانت الطيارة بتعمل كده، أنا لقيت دموع، دموع، دموع شديدة لدرجة من كتر إحراجي حطيت وشي في الشباك عشان ما حدش يشوفني، أنا مش عارف دموع مش باعيط، بس دموع انهيار، في اللحظة دي تأكدت إن أنا سِبت بلدي، سِبت كل الناس اللي باحبها، أنا فعلًا اتغربت، أنا بقيت في دنيا غير الدنيا، بلد غير البلد اللي كنت عايش فيها، حياة مختلفة، مش عارف إيه اللي مستنيني، مش عارف هانجح والّا لأ، مش عارف هاستحمل أصلًا والّا لأ، ولكن إحساس أنا ما انساهوش في حياتي مهما طال العمر أو قصر، وصلت وحصل مواقف ضحك كتير ومواقف مشاكل كتير، وكسبت وخسرت ونجحت وفشلت ونجحت وعملت حاجات كتيرة كنت باحبها وشُفت حاجات كتيرة، اتعلمت خبرات، ولكن أنا مش هانسى في حياتي اللحظة اللي أول مرّة تطلع فيها الطيارة ودموعي بتنزل، فضلت معلقة في بالي من 14 سنة، ولكن حتى الآن أنا عمري ما انساها، مع إني بعد كده سافرت بتاع ديشليون مرّة وركبت الطيارة 30 مليار مرّة، ولكن أنا ما انساش أول مرّة ركبت طيارة وسافرت كان إحساس صعب جدًا، مش باقول لك كده أخوّفك لأ سافر واجتهد وزي ما كان في اللحظات دي في لحظات أحلى، والنهارده أنا باحكي لك القصة وأنا ممكن أكون متأثر وتعبان، ولكن أنا مبسوط جدًا بالتجربة، لولا اللحظة دي ولولا البداية دي ولولا الدمعة اللي نزلت دي ما كنتش وصلت لأي نجاح ولا لأي خبرات ولا لأي حياة أنا قدرت أوصل لها.